هاعمل معاكِ النهارده عصير بقى بنشتريه من برّه بيبقى غالي أوي، أوي، بجد حلو جدًا وطعمه خطير، بس امشي على الوصفات هتاخدي أحلى عصير، بجد حلو جدًا ومشرِّف لو جاي لِك ضيوف. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، ونسمي الله ونقول اللهم بارك. يالّا بينا. أول حاجة هاتي أي نوع جيلي أنتِ بتحبيه، أنا كان عندي بالتفاح وكان عندي بالمانجا، حابة بقى تعملي بفراولة، حابة تعملي بأي نكهة أنتِ حاباها. أول حاجة هتجيبي باكو الجيلي تدوبيه في نُص كوباية من المَيّة المغلية، أهم حاجة نُص كوباية من المَيّة المغلية. بعد ما تدوبيه بقى والحاجة اللي هتخلّيكِ تاخديه تحفة، تحفة، حطي نُص كوباية من السيفن، نُص كوباية من السيفن، وبعد كده هنحط كمان عليهم كوباية مَيّة متلجة زي ما أنتِ ما شايفاني كده، ودوبيهم كويس جدًا، يبقى مجموع المَيّة اللي إحنا حطيناها كلها السوائل كوبايتين، وهناخد بقى إيه اللي إحنا هنحط ده بذور الشيا، هي دي اللي بتخلّيه غالي على إيه أنا ما أعرفش. هناخد ربع كوباية من بذور الشيا، ربع كوباية مَيّة، يبقى مُجمل السوائل اللي إحنا حطيناها كلّها كوبايتين وربع. بذور الشيا دي جبتها خدت منها معلقة ورُحت مدوباهم في شوية مَيّة زي ما أنتِ شايفة كده، وسِبتهم بيتنفشوا بطريقة خرافية، وهمية بجد. تعالي بقى نعمل بنكهة التفاح، نفس اللي إحنا عملناه، نُص كوباية من المَيّة المغلية هندوب فيه باكو من الجيلي التفاح ونُص كوباية من السيفن وكوباية مَيّة متلجة، تمام، وهنقلّبهم ونحط ربع كوباية من بذور الشيا. العصير بتاعنا ده لازم بعد ما بتعمليه بتدخّليه التلاجة شوية، في آخر الفيديو هاورّيكِ الشكل بعد ما بيخرج من التلاجة بيبقى عامل إزاي، لكن أنا هنا كنت باصوّر الفيديو لإن الولاد أصلًا ما كانوش صابرين وعايزين يشربوه لإن بيحبوا إن أنا أعمله لهم أوي، أوي. بجد بقى هاورّيكِ في آخر الفيديو هتشوفي شكله بقى بجد اللي على حق والجمال كلّه هتشوفيه في آخر الفيديو. هتشوفي بقى العصير ده لا بيبقى سايل أوي ولا بيبقى تقيل زي الجيلي، يعني بيبقى يعني أتقل من المَيّة كده بحاجة بسيطة أوي، أوي. شايفة بيبقى شكله عامل إزاي، وبذور الشيا أمّا يخش التلاجة بتبدئي تلاقيها خدت العصير كلّه زي ما هتشوفي في آخر الفيديو. أتمنى الفيديو عجبكم لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. أسيبكم في رعاية الله مع الجمال ده وأقول لكم بقى سلام. شايفين شكله بقى لمّا خرج من التلاجة بعديها بحوالي 3 ساعات هو ده الشكل.